السلام عليكم. ايه بس يا عم، عايزين تطور، عايزين ايه؟ نطور من نفسنا. طب ايه رايك اعزائي المشاهدين، اعزائي المشاهدات من قناه MBC مصر، نقول لكم هنا حدث تحس كان في خشونه في الصوت. اعزائي المشاهدين، اعزائي المشاهدات، يرجع ربطي لحظيما اننا طيرونا بالطيار. عايزين حاجه افخم برضه. السلام عليكم، معكم اخوكم محمد من قناه زلزال تانية نتعود عليها. يعني لو بحثنا يا في مقطع اليوم، انا في مقطع اليوم اهداف 2023. انا بادئ في اليوتيوب من بقالي سنه، تمام، وحققت 125,000. ده شيل، بس ده شيل، ده احط ده، ايوه احط هنا كده 125 مشترك على اليوتيوب ضاعوا مني في سنه. والسبب ايه؟ غيرت محتواي، لقيت محتواي في الفاير، قلت اشوف محتوى يسعدكم، وقررت ان اكون هنا معكم يا سادتي يا سيداتي يا والله بجد احباط اقسم بالله. يعني جرب تحط نفسك معايا، انت عايز تتكلم قدام الكاميرا، تمام؟ يعني هنا كاميرا وهنا بتاع كده. اسف بس اتفضل. والله يا اخي والله ما عندي دم، خد اتفضل والله، ما خد يا باشا والله يا اخي، اشرب يا اخي يا اخي. المهم عايزين يا اسطى نتكلم بقى بجد شويه. اهداف 2021. بص يا اسطى، مبدئيا قبل اي حاجه، انت اصلا انت او من اي حاجه، عشان نكون واضحين، تمام؟ انا ماشي بمبدا انت او من اي حاجه. إيه بص، يعني انا هدفي 2021 عايزين نوصل ايه بقى؟ كتير 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 قوي. ده حلم حياتي، مش هتحصل. اهداف 2021 2000 كام؟ الوصول الى 10,000 مشترك. بص، هو الهدف ده انا قلته عشان بصراحه يعني حاسس انه ممكن يكون في سنه حاجه صعبه بصراحه، لان اوصل مثلا ل 10,000 متابع هدف صعب بصراحه. يعني صعب بالنسبه لواحد ايه، يعني لسه بادئ. انا مش بادئ من بقالي سنه وبحاول اطور من نفسي ولا احسن محتواي، بحاول هكون هدفي الاساسي ان انا اساعدك. يعني صعب، انا فاهم اللي هو الهدف ده، بس ما عنديش غيره. بس انا هقول لك على حاجه حلوه. تعالى مثلا اوريك مثلا بتقول ايه، ان انت عشان تحقق اي حلم ليك، تمام، واجب ان انت تواظب عليه، تكمل فيه. انا ما وصلتش لحلمي وما لسه بداتش وما جبتش حتى 1000 مشترك ولا جمعت ال 4000 ساعه، بس انا مبسوط يا اسطى بمحتواي، فرحان ان انا بقدم محتوى هنا، ومقدم ان انا مثلا ببسطك، بحاول ان انا اساعدك. الفيديو مثلا ما بيجيبش ريشات عاليه وانت ما بيوصلكش اصلا غير بعد عذاب طويل، وما بتحطش لايك ولا بتعمل حاجه عشان الفيديو ينتشر غيرك. بس انا بحاول اعمل عليه والله ان انا اساعدك، عشان اكون صريح معاك. والله يا اخي انا هدفي ان انا اساعدك في الحوار ده. بس انت كشخص، يعني انا بشاهدك او انت بتشاهدني، هدفي ليك حاجه واحده، ان انا عايزك تكمل في اي حاجه انت بتعملها. حلمك كده توصل طب، هتوصل هندسه، هتوصل له. بس استمر، جاهد يا اسطى، خليك ماشي مع حلمك، هتوصل له. والله الموضوع مش صعب، محتاج حبه اصرار وحبه عزيمه، هتوصل له. بص، هو يشبه الواحد بيولع من احنا عندنا في الفلاحين كده، انا فلاح على فكره. يعني المهم، يعني لما تيجي تولع مثلا راكيه او الوقود او هذا بتاع الحطام ده، وبعدين تقوم حاطط جواه ورقه عشان تولعه، ده بيبدا تبقى انت بادئ ايه؟ تحط ورقه ما ولعتش، طب التانيه، التالته، الرابعه، الخامسه، لحد ما هتيجي واحده بس، ورقه واحده في الورق اللي انت حاططه كله، هتكون سخنت مع الخشب، وبعدين هتقوم مولع لك الراكيه اللي انت عايز تعملها. فهدفي ليك اللي انت تستمر في اللي انت هتعمله. انا مكمل معاكم، معايا بالظبط سنه، لما لسه اوصل فيها 10,000 لايك مشترك مش هسيب اليوتيوب برضك. انا مكمل، انا مش انا هنا قاعد معاكم، انا مش احنا انت وراك حاجه. كده وصلنا لنهايه المقطع. اتمنى من كل قلبي انك تستمر في الحاجه اللي انت هتعملها. اوعى بحياتك تيأس، اوعى بحياتك يجيلك فتره احباط، ويجيلك فتره اللي انت زهقت من الدنيا كده وكده. لا يابا، كمل، انت اقوى يا اسطى، انت هتعملها صدقني. انت انا بنصحك وانا لسه مش عامل حاجه، ورساله ليا في المستقبل بعد سنه حاجه انا اشوف، هاجي اشوف الكلام ده، بس يا ترى هشوف الكلام ده صح ولا غلط. ووعدكم اللي في السنه دي انتوا هتكونوا معايا وقتها. انا اقول لكم، انا كنت ده، انا اللي قلت هبدا من دلوقتي، انا اللي قلت هكمل من دلوقتي، انا قلت هستمر من دلوقتي، انا قلت هعافر عشان اوصل اللي انا عايزه، واللي انا اوصل لمحبه الناس، واللي انا اكون معايا ناس يسالوا عني لو غبت يقولوا انت فين وكده. ده هدفي، تمام؟ و
اهلا وسهلا اخواتي. اشوف على اللايك والاشتراك عشان ايه فيديو يوصل غيرك وكده.